البيه اتجوز عليا. البيه اتجوز عليا رغم ان عمري ما قصرت معاه في حاجه. ولما رحت وعرفت بالمكان اللي اتجوز فيه، رحت عشان اشوف عمل كده ليه. كان نفسي اساله سؤال واحد بس: انا قصرت معاك في ايه؟ ده انا طول عمري قايدلك صوابع العشر شمعة. رحت وخبطت، فتحت لي الهانم. قلت لها: ناديهولي، روحي صحيه، قولي له زينب بره، زينب اللي معاها ابنك، زينب اللي طلع عينيها عشان تعرف انت عملت فيها كده ليه. لكن لقيتها بتقولي: خدي ابنك واطلعي بره. كنت فاكره ان لما يسمع الكلمتين دول هيقوم ويتحرى على مراته، لكن لقيته خرج من الأوضة وبيلبس هدومه، ومنظره خلى قلبي وجعني أكتر ما هو وجعني. إزاي قدر يعملها؟ إزاي بعد كل اللي بينا قدر يستبدلني بواحدة تانية؟ وقف قدامي وبكل جبروت قال لي: ما تقضيش على آخر ذرة عقل وثبات فيا، خدي بعضك وامشي انت وابنك. قلت له: انت ليه بتعمل كده؟ قولي ازاي هنت عليك، قولي ازاي استهونت بكل المواقف اللي بينا. لقيته بيقولي: انا عارف ان الموقف اللي انت فيه صعب، صعب جدا، بس انا قلتلك انا كنت هتجوز، يعني هتجوز. انا اتجوزت واحدة غيرك، وانت عارفة انا عملت كده ليه. كل ده بسببك، وانا ياما نبهتك يا زينب وقلتلك اتغيري، وانتي تجاهلتي كلامي كله وكنت بتعملي اللي في دماغك. وادي النتيجة. ودلوقتي بقى لازم ترضي بالامر الواقع وتقبلي ضره. ولعلمك عشان اكون صريح معاكي، هيكون لها نصيب الاسد فيا، وانت ترضي باللي هديهولك، يا اما تتطلقي وتشوفي حالك وربنا يرزقك بالاحسن مني، بشخص يكون مبسوط بطريقه حبك اللي انت دايما بتصممي انك تعمليها ويرتاح معاكي. فضلت بصاله وانا مش مصدقه اللي وداني سمعته، ولا مصدقه اللي عينيا شايفاه. كان واقف بيبصلي باصرار وتحدي وتصميم، وكأن حياته معايا كانت كابوس واخيرا بدأ يفوق منه. رجعت لورا وانا بسأل نفسي: يا ترى ايه اللي انا عملته استاهل عليه كل ده؟ ايه اللي انا عملته فيه يخليه يباعني بالسهولة دي؟ ده انا طول عمري بعمل كل حاجة عشان ارضيه، بعمل كل حاجة عشان هو يكون مبسوط. ازاي قدر ينام جنب واحدة غيري ويقرب لها؟ ازاي قدر يبص لها بنفس الطريقة اللي كان بيبص لي بيها ويسمعها نفس الكلام اللي بيسمعهولي؟ لا، ده كمان بيسمعها كلام جديد طالع من قلبه يمكن عمره ما قالهولي. ازاي؟ ازاي انا مش فاهمه. وكمان بيقول لي اروح اشوف واحد غيره. ما هو ما يعرفش ان انا ما اقدرش اعيش من غيره، ما يعرفش ان انا مش زيه، ما اقدرش اكون مع راجل تاني اصلا. انا من يوم ما وعيت على الدنيا وانا ما بحبش غير هو، ما فتحتش عيني غير عليه. ازاي قدر بسهوله يقول لي كل ده؟ فاكر ان ممكن ادي مشاعري لحد غيره؟ فاكر ان بسهولة عليا ان في حد يقرب مني ويبقى ليه نفس الحقوق اللي هو بيمارسها معايا؟ مش عارفة ازاي قدر يقول كده. وما لقيتش حل غير ان انا اخد بعضي واخد ابني وامشي. مش عارفة اعمل ايه. كنت فاكرة ان هو هيجري ورايا، كنت فاكرة انه هيجي يحاول يتحايل عليا عشان اسامح، لكن هو ما عملش كده. هو خلف كل التوقعات. انا ما كنتش اتخيل ابدا انه يبيعني بالسهولة دي. المهم، عدى يومين 3 وجه البيت. قلت له: انا نفسي اسألك سؤال واحد بس، سؤال واحد مش عايزة غيره. ايه اللي انا عملته يخليك تعمل فيا كده؟ ممكن اعرف كل تصرفاتي وكل اللي كان بيحصل بيني وبينك كنت بعمله بحب؟ ايه اللي انا عملته عشان
تتعبني قوي وتظلمني قوي كده وتيجي عليا قوي كده. لقيته بيقول لي مش عارفه عملت ايه. قلت له لا مش عارفه. قال لي تعالي نفتكر من البدايه مع بعض. وافتكرت لما اتعرفت عليه في الجامعه. كان شاطر جدا ومتفوق، كان لطيف ودايما مبتسم ووشه بشوش. بصراحه اتشدت له، فكنت بتحجج دايما اني مش فاهمه نقطه معينه عشان اروح له ويعيد لي شرحها، لانه كان دايما بيشرح للدفعه كلها وكان دايما بشوش مع الكل. وابتدى يكون ما بيننا كلام وكل واحد عرف كل حاجه عن التاني. كان وحيد ملوش اخوات وحالتهم متيسره. حبيته وهو كمان حبني وعرفني على مامته وبقينا اصحاب انا وهي. وبعد سنة جابها وجاب باباه عشان يتقدموا لي واتخطبنا. ومن ساعة خطوبتنا وشفت أمه واهتمامها بيه قلت بس أنا النهاردة لازم أكون زي أمه. أنا أحبه قد ما هي بتحبه أكتر وأحاول أعمله كل اللي هي بتعمله له. هيكون ابني البكري وأدلعه زي ما هي بتدلعه زيادة. وده ما كانش ابدا عشان غيرانه منها او محاوله ان انا اخده منها، بالعكس والله ده كان من حبي ليه. اصلك لما بتحب حد بتحاول بكل جهدك انك تسعده وتفرحه. وفعلا بقيت بمناسبه ومن غير بمناسبه بهديه بالحاجه اللي اعرف انه بيحبها او محتاجها. بسأل عليه وبهتم بصحته وبأكله وبشربه. غرقته اهتمام واهتمامي زاد أضعاف بعد جوازنا. في البداية كان الأمر عادي مع إني كنت بشوف اهتمامي مش فارق معاه، لكن كنت مكملة وبقول ده ابن قلبي. والأم عمرها ما تبطل اهتمام ولا خوف على ابنها مهما كبر ومهما حست برضه إنه مش محتاجها. اديته اهتمام ملوش حدود. كنت بعمل كل حاجة عليا وعليه. أي حاجة كان مفروض يعملها هو كنت أنا اللي بعملها. كنت دايما بحاول أخلي بيتنا جنة يدخلوا يرتاح فيه من كل التعب ويلاقوا طلباته كلها مجابة حتى من قبل ما يطلبها. لكن الغريب إنه ابتدى من فترة يشتكي من الوضع ويقول لي إن الحياة بقت مثالية زيادة عن اللزوم ومملة. ويقول لي إنه نفسه يحس إن هو مسؤول عن حد وإن هو اللي بيقوم بدور، مش طول الوقت أنا اللي سادة كل الاحتياجات. كنت أرد أقول له يا حبيبي ما تتعبش نفسك، كل حاجة تهون إلا تعبك أنت. أنا كل حاجة بعملها على قلبي زي العسل، أنا مش تعبانة، بالعكس أنا مبسوطة. لغاية لما لقيته بيتغير معايا، بيغيب برا البيت كتير وخروجاته كترت. همسه في التليفون وابتسامته اللي ما بقتش مفارقة وشه. حسيته بيبعد عني واحدة واحدة وبقى دايما مبسوط وسعيد. لغاية لما في مرة قررت ان اكتشف ايه السر اللي جوزي مخبيه عني. استبعدت ان يكون بيعرف واحدة تانية. اصل بعد الاهتمام ده كله هيحتاج لست تانية ليه؟ هتديله ايه اكتر من اللي انا بديهوله؟ لكن الصدمة الكبيرة اللي كنت مستبعداه هو اللي لقيته حصل. ولما فتشت في تليفونه اكتشفت ان في واحدة في حياته وفعلا في بينهم قصة حب كبيرة وكلام بيقولوه. والمصيبة انها مطلقة ومعاها ولد، والولد تقريبا هو جوزي اللي مسؤول عن كل مصاريفه في كل حاجة. حسيت بركان انفجر في قلبي من الغيظ وما قدرتش استنى للصبح. رحت صحيته وواجهته. قلت له ليه؟ انت ازاي بتعرف واحدة تانية عليا وكمان عندها ولد وانت اللي مهتم بيه وبتدفع له كل مصاريفه؟ لقيته بمنتهى الهدوء رد عليا وقال لي ايوه بعرف واحدة تانية عليكي، ودي زميلتي في الشغل وبحبها ومتفقين على الجواز، وكده كده كنت هعرفك بس كنت مستني لما نقرب نتجوز عشان انا مش هستحمل نكد من دلوقتي.
انهارت وحسيت ان رجليا مش شايلاني. قعدت قدامه على الكرسي وبكل هدوء قلت له وانا بحاول اكتم كل اللي انا حاسه بيه: طيب طب انا هسألك سؤال واحد، انا قصرت معاك في ايه عشان تروح تدور على واحدة تانية؟ انا عملت ايه؟ ايه اللي انا ما اديتهولكش عشان تدور عليه عند حد غيري؟ وهنا كل الهدوء والثبات اللي كان قاعد بيتكلم بيه لقيته اتحول لغضب، ولقيته بيقول لي: هقولك انت قصرتي في ايه. هنا بقى المشكلة، هنا العقدة ومربط الفرس. عارفة انا لقيت عندها ايه مش عندك؟ لقيت عندها نفسي، كياني. لقيت عندها احتياجها ليا، لقيت ضعفها اللي حسسني بقوتي، لقيت انوثتها اللي حسستني برجولتي. انا لقيت نفسي معاها، نفسي اللي بقالي سنين بدور عليها معاكي ومش لاقيها. مين اللي فهمك انك لما دختي دور امي في حياتك ده هيبسطني ولا هيريحني؟ مين اللي قالك ان الرجاله بتحب طول الوقت تكون مرتاحه؟ اللي بيحب يكون مرتاح طول الوقت ويشيل مراته المسؤوليه دول مش رجاله يا هانم، دول اشباه رجال، وانا مش منهم. انا كنت طول الوقت نفسي احس ان انتوا مسؤولين مني، نفسي احس ان ابني محتاج لي. انا عمري ما ابني جه وقال لي يا بابا انا محتاج حاجه، لان انت طول الوقت سد الاحتياج ده. انت عملتي نسخه تانية من امي ونفس تعاملها معايا، وامي كانت سبب في عقدتي ومعاناتي من صغري. طول عمرها بتبصلي على ان لسه الطفل الصغير اللي ما يقدرش يعتمد على نفسه ومحتاج لها تمسك ايده طول الوقت وتعديه الشارع وتوصله لاي مكان عايز يروحه. قلت له ليه انا كنت بحبك بجد، وكنت فاكره ان انا لما بأمك ده هيساعدك. قال لي لا مش هيساعدني، انت دمرتي حياتنا كرهتيني في نفسي وفيكي وفي الحياه. كنت بحس ان انا مش في بيت، كنت بحس ان انا في سجن. كنت بسمعه وانا ساكته وحاسه انه ضربني على نافوخي بحاجه خلتني ما بقتش قادره استوعب اللي بسمعه. لكن وقفت عند جمله واحده من بين كل اللي قاله، ان انوثتها حسسته برجولته. وساعتها بلعت ريقي وسألته بحزن: هو انت طول الوقت ده ما كنتش شايف فيا انوثه عشان تحس قصادها برجولتك؟ رد عليا وقال لي: برضو نفس المشكله والمعضله، فهمت الكلام غلط. انا قصدي الانوثه مش بالجمال يا حبيبتي، الانوثه انك تحسسي اللي قدامك انه ملكك، انه قادر يحتويكي، انه الراجل بتاعك، انه بيكمل الناقص، بيكمل معاك الطريق، وانك من غيره تتوهي. عارفه هي حسستني كده لما حسيت ان هي اصلا سابت جوزها عشان ما كانش راجل، عشان ما كانتش قادره تعتمد عليه، كانت كل ما بترمي عليه المسؤوليه ما بتلاقوش، فاتطلقت منه وبقت تدور على راجل يكمل لها الناقص. مش قادره اقولك سعادتي قد ايه لما كانت بتتصل بيا تقولي ان ابنها عيان، فجري اروح بيه للمستشفى واشيله على ايدي ونخلص كل العلاج، والاقي الابتسامه رجعت لوشها، واحس ان انا الراجل اللي انقذتها. واول ما احتاجت حد رفعت السماعه وكلمته. انت عمرك ما حسستيني بكده، وعشان كده ما لقيتش نفسي معاكي. اللي حصل حصل خلاص، واحنا في امر واقع، وانتي اللي ليكي حريه الاختيار. لا تكملي وهحاول قد ما اقدر اني مظلمكيش، لا تسيبيني وتروحي لحال سبيلك، وبرضه مش هظلمك ولا هظلم ابني، وكل اللي انتوا محتاجينه انا هبعته. انا لقيت نفسي اخيرا، لقيت نفسي مع واحده حسيت انها شايفاني راجل وبتكبرني ومحتاجالي، وانا كنت محتاج حد يحسسني برجولتي، وهي قدرت تعمل ده. وانتي براحتك،
زي ما هتختاري انا هكون معاكي. قال كده وسابني ومشي. الموضوع ده فات عليه اسبوع، حاسه ان دماغي هتنفجر، مش قادره اصدق. انا غلطت في ايه؟ انا عملت ايه؟ هو عنده حق فعلا، انا السبب. انا اللي محسستوش برجولته زي ما هو بيقول. يعني انا لما كنت عايزه اشيل عنه كنت كده انا غلط. لقيته بيقول لي ان الكل ليه منظومه قانونيه، وكل واحد لازم يقوم بدوره، الراجل راجل والست ست، وما ينفعش حد يقوم بالدورين، وان الآية لو اتعكست بتكون النتيجة صعبة جدا، وهي دي النتيجة اللي وصلتنا للي احنا فيه. بيقول لي ان انا خنقته زي الدبة اللي قتلت صاحبها. انا فعلا فضلت ساكتة ومش عارفة اعمل ايه، بيتي اتخرب واديني خسرت كل حاجة، ودلوقتي هو اللي مطلعني غلطانة. مش عارفة اتصرف ازاي، اكمل معاه ويبقى يا دوب ليا نصيب قليل جدا منه بعد ما كان بتاعي لوحدي، وساعتها يمكن لما يتعود على الحياة الجديدة يعرف قيمتي فيرجع لي، ولا واسيبه هو يعيش حياته وانا كمان اشوف حياتي. بس حياتي ازاي اشوفها بعد ما هو كان محور الحياة كلها؟ انا صحيح قوية وطول السنين الجواز كنت معتمدة على نفسي، بس كل ده عشانه، كنت قوية بيه وليه. ودلوقتي ساب ايدي اللي انا مديهاله، كنت مديهاله بالراحة والحب، ومسك في ايد واحدة تانية. يا ترى انا كنت صح، ولا هو اللي اتبطر على النعمة واتبطر على حبي؟ انا حقيقي محتارة